مرات ابني بعد اسبوع واحد من الفرح بتنزل حافية وتنكش شعرها وتمشي زي المجانين في الشارع، ومحدش فاهم هي فيها ايه. يا حبيبي يا ابني، ليه حظك كده؟ بجد انا مش عارفة اعمل ايه. كان مستخبي لك فين؟ ده انت ابني الوحيد، ضنايا اللي ماليش غيرك، اللي كان نفسي افرح بيك بجوازة تفرح. ما تهنتش، هو اول اسبوع بعد كده مراتك لسعت ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. بتعمل كده ليه؟ امها بتعيط وابوها بيعيط وبيقولوا كانت زي الفل. اكيد عين وصابتها، اكيد عين وصابتها. انا ام الابن واحد، اتجوزت وعشت مع جوزي 10 سنين لحد ما توفى. ساعتها كان ابني عنده 9 سنين. ناس كتير قالت لي اتجوزي، ده انت لسه صغيرة، ده انت لسه ما جبتش ال30. لكن انا قعدت افكر وحسيت ان ابني ما ينفعش ان اظلمه واجيب له حد تاني يقول له انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، يبص له في لقمته، ينغص عليه عيشته. قلت ابني يعني ابني، وعمري ما هتجوز تاني. عشت فعلا على ابني، كان معاش ابوه حلو قوي، كان بيكفينا وبيفيد كمان. عشت اربيه احسن تربيه واهتم بيه، ما كنتش بعمل حاجه غير ان انا اخد بالي منه ومن تصرفاته، عارفه بيصاحب مين، بيروح فين. لو كان اتاخر شويه كنت بقلب الدنيا عليه، البس العبايه وانزل ادور عليه، يقف على الناصيه اشوفه واقف مع مين. ده الحيل اللي ما عنديش غيره. هو انا ممكن اسيبه كده اي حد يتلم عليه ويفسد لي اخلاقه؟ لحد ما كبر ودخل الجامعة وعرفت ان قلبه دق بيحب. ساعتها جه قال لي يا ماما انا بحب واحدة زميلتي في الجامعة. قلت وماله؟ في الاول قلت له يا حبيبي ده حقك وربنا يسعدك، لكن حسيت ان البت شغلته بشكل كبير قوي. انا ابني ما بقاش ابني اللي كان بيخلص الجامعة ويرجع جري عشان يتغدى معايا، دلوقتي بقى يتأخر اكتر من ميعاد الجامعة بالساعتين والتلاتة والاربعة. ولما اسأله كنت فين يقول لي كنت مع زمايلي يا ماما. طب تعالى كل يا ابني معايا لقمة، يقول لي لا اصل كلت في الجامعة يا ماما. ايه حكايتك؟ ساعتها قعدت قدامه وقلت له قول لي بقى انت فيك ايه؟ انت متغير، اول سنة وتاني سنة غير تالت سنة ورابع سنة، انت دلوقتي في نهاية سنة في الجامعة، قول لي حكايتك ايه؟ ايه اللي مغيرك قوي كده؟ اكيد حبيبة القلب اياها. لقيته اعترف لي وقال لي ايوه يا ماما بحبها، هتجنن عليها، انا لازم يا ماما اخطبها، انا عرفت اني متقدم لها عريس. قلت اهلا، ده شغل بنات اليومين دول. طبعا هي اللي قالت له انا متقدم لي عريس عشان هو ينخ على طول ويجري يخطبها. قلت له يا ابني ده شغل بنات اليومين دول، سيبك انت من الكلام ده، ولا حد بيتقدم لهم ولا الكلام الفارغ ده. قال لي لا يا ماما انا سمعت بوداني ابوها وهو بيقول لها هتوافقي يعني هتوافقي، وانا لو ما اتجوزتهاش انا ممكن اموت بحسرتي. قلت له يا ضنايا يا ابني ليه؟ وانا هسيبك تموت بحسرتك؟ نروح نخطبها وماله. وفعلا خدت ورحنا خطبناهم. اول ما دخلت البيت يعني البيت ما كانش عاجبني قوي، حاسه ان الام هي اللي مسيطره. قلت مش مهم، لكن البت كانت رقيقه قوي على الاخر، عامله زي الغريبه. من اول ما دخلت وهي بتقولي تأمري بحاجه يا طنط؟ اللي انت عايزاه يا طنط. حاضر ونعم. بيني وبينكم مرتحتش، حسيت ان البت دي كده من بنات اليومين دول اللي بيتسهوكوا، وانا حاسه ان ممكن تاخد الواد مني. في الاول قلت وماله، بس لما روحنا قعدت اطلع فيها القطط الفطسانه. لا يا ابني دي تخينه من تحت، ولا شعرها منتف كده مش قد كده، فاهمه انه هيستجيب ليا، ده طول عمره ماشي تحت طوعي واللي اقول عليه يقول لي حاضر وامين. لكن لقيته بيدافع عنها بكل ما اوتى من قوه وبيقول لي اوعي يا امي تقولي عليها كده، دي زي القمر، دي مفيش منها اتنين. قلت له لا انا مش حاسه الكلام ده. المهم صمم واتخطبوا
وفي الخطوبة كان غريب قوي. اجي اتدخل يقول لي ما تتدخليش، يا ابني اعمل الشقة لونها ابيض، يقول لي لا خطيبتي عايزة اللون الفستقي. اقول له فستقي يا ابني؟ يقول لي ايوه. اقول له وانت فين شخصيتك؟ يقول لي يا ماما دي شقتها وهي اللي هتعيش فيها. اجي اقول له اي كلمة ما يستجبش. اجي بالليل استناه عشان اتعشى وما كنتش واكله طول اليوم، يقول لي هدخل اكلمها في التليفون، وافضل انا ملطوعه على السفره. ادخل اناديه الاقيه نام على التليفون والتليفون جنبه. لا بقى دي مش عيشه، ده كده احنا حياتنا هتبقى سواد في سواد. من اولها وهي مسيطره قوي كده لحد ما فاض بيا، بس كان خلاص الفرح قرب. وجي يوم الفرح كنت عايزه اركب مع ابني العربيه، ده ابني وحيدي حيلتي ماليش غيره. لكن الهانم قالت له اصل الفستان كبير وما ينفعش حد يركب معانا العربيه. والبي لقيته بيقول لي معلش يا ماما اصل فستانها كبير ومش هينفع تركبي معانا العربيه. من اولها كده، من اولها مسيطره عليك. اتجننت. حكيت لواحده صاحبتي قريبه مني، قالت لي عليكي وعلى الشيخه مبروكه سرها باتع، هي اللي هترجع لك ابنك في حضنك وهتخليه خاتم في صباعك. قلت لها يلا ايدك معايا على الشيخه مبروكه. وفعلا رحت للشيخه مبروكه. انا نيتي كانت خير، انا عايزه ارجع ابني لحضني تاني، ده ابني وحيدي. اذا كان من الخطوبه بيعمل كده، هما لما يتجوزها ويخلف منها هينساني؟ مش هيخبط عليا الباب؟ مش هيجي يشوف امه اللي كسرت ظهرها عليه وما فكرتش في نفسها؟ ورحت للشيخه مبروكه. قالت لي اول ما يطلع صور الفرح تجيبي لي الصوره وملكيش دعوه باي حاجه. قلت لها يا شيخه ده مهما كان ابني وانا مش عايزه اذيه. قالت لي ابنك مش هيتاذي، سيبيني بس وملكيش دعوه، انا بشتغل وما تراجعيش ورايا. وفعلا اول ما طلعت صورة الفرح قلت له هات يا ابني صورة عشان تفضل معايا. اداهولي بحسن نية. ما انكرش ان البنت كانت زي الغريبة زي ما قلت لكم، حاضر يا ماما تأمري يا ماما، لكن انا الامور دي ما تخلش عليا. خدت الصورة ورحت للشيخة مبروكة. مسكت الصورة وعملت 3 علامات اكس على وشها وكتبت مرض وفراق وجنان. قلت لها ايه ده يا شيخه؟ قالت لي مالكيش دعوه، كل اللي عايزاكي تعمليه انك تاخدي الصوره دي وتروحي اي مدفن تدفنيها، فاهمه ولا لا؟ قلت لها انا اروح مدفن والساعه دي؟ لا طبعا. قالت لي اسمعي كلامي، لو عايزه ابنك يرجع لك اعملي اللي بقولك عليه. قلت لها واعمل كده ازاي؟ قالت لي روحي لاي ترى اديله قرشين وهو هياخدها يدفنها. ساعتها قعدت افكر، لكن حبي لابني وغيرتي عليه هما اللي خلوني اعمل كده. وفعلا رحت المقابر والساعة 12 بالليل كنت برجف بترعش. واول ما رحت لقيت تربي، اديته اللي في النصيب وقلت له انا عايزاك تدفن لي الصورة دي. قال لي دي مين دول؟ واكيد مضايقينك قوي عشان تعملي كده. قلت له مش مهم، ادفن لي الصورة زي ما قلت لك. وعمل اللي انا قلته. وفعلا البت بعد 10 ايام من الجواز اتجننت. بقيت اسمع انها بتاخد بعضها وتهج في الشارع منعكشه شعرها وحافيه ومحدش عارف بقى فيها ايه. وانا ما بقتش مصدقه ان الشيخه سرها باتع للدرجه دي. وبقيت اقول له يا حبيبي يا ابني ايه اللي غصبك على كده؟ اللي زي دي تطلقها. يبص لي بغيظ ويقول لي اطلق مين يا امي؟ ده اختياري وهفضل معاها لحد ما تخف. لف مستشفيات مصر ومحدش عارف هي عندها ايه. في الاخر ما بقتش عارفه اتصرف. ابني برضو ما بقاش معايا، مشغول بيها وباللي هي فيه، وانا مش عارفه اعمل ايه. الباب ما بقاش بيخبط عليا ولا انا بقى ينفع اروح لهم. اصل كل ما اروح الاقي ابني بيعيط بالدموع. انا عارفه اني اذيته بس ما كنتش اتخيل ان يحصل قوي كده. كنت فاكره انه هيطلقها ويستغنى عنها، خاصه ان الموضوع دخل على 3 شهور، لكن هو مفيش. وفجأة حسيت بوجع صعب قوي.
ما بقتش قادرة ولا بقيت فاهمة أنا عندي إيه. رحت كشفت واكتشفت إن عندي كانسر في الثدي ولازم يحصل لي بتر في الثدي. قعدت أعيط والطم وأقول إيه اللي جرالي، ورحت له قلت له الحقني يا ابني، أمك بتموت، أنا اكتشفت إن عندي كانسر في الثدي. ابني افتكرها إنها غيرة حريم وقال لي يا أمي حرام عليكي، ما بقاش وقته الكلام ده، مراتي بتموت مني وانت دلوقتي بتدعي انك عندك مرض، انا مش هقدر اعمل لك حاجه. قلت له انا ما بدعيش يا ابني، دي حقيقه والاشاعات والتحاليل اهي قدامك. لكن هو ما صدقش وبرضه اهتمامه وولاؤه بقى بمراته. ساعتها بقيت حزينه على نفسي وبقيت اقول انا اللي عملت كده، انا اللي اذيت بنت غلبانه ملهاش ذنب. حسيت بالذنب قوي ولقيت نفسي بدور على شيخ يكون عارف ربنا، مش شيخ من الدجالين النصابين اللي بيبيعوا الوهم والهوى زي الشيخة مبروكة. رحت للشيخ وحكيت له اللي انا عملته. الشيخ قال لي اعوذ بالله، ازاي تقدري تعملي كده في ابنك؟ ازاي عشان انتي بتحبي تأذيه؟ ده اللي بيحب يفرح، اللي بيحب يهني مش يأذي. هان عليك ابنك، كسرتي فرحته وهو لسه عريس جديد. قلت له اللي حصل وانا ندمانه وحاسه ان ربنا ابتلاني بالمرض عشان اللي عملته فيك. قال لي لو عايزه ربنا يرفع عنك البلاء لازم ترفعي البلاء عن غيرك، لازم زي ما اذيتيها انت اللي تفكي اللي عملتيه. قلت له قول لي وانا تحت امرك، واللي هتقولي عليه هعمله. قال لي زي ما رحتي دفنتي الصورة تروحي تجيبيها مكان ما دفنتيها وتحرقيها وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واوعي تعملي كده تاني، وتستغفري كتير قد ما تقدري، واوعي تفتشي سرك لحد.